السلام عليكم. كيف يسيطر عليك دون أن تشعر؟ أبدأ بمثال بسيط. عندما تزور صديق لك في بيته ويسألك تشرب شاي أو قهوة، الحقيقة يستحيل أن يخطر في بالك أنك مثلا تطلب عصير. وهذا الوضع يسمى أسلوب تأطيري، جعل عقلك ينحصر في اختيارات محددة فرضت عليك لا إراديا، ومنعت عقلك من البحث عن جميع الاختيارات اللي متاحة وموجودة. بعضنا يمارس هذا بذكاء وإدراك، وبعضنا يمارس بهندسة عالية جدا وتقنيات عالية. القوة الحقيقية عندما نمارس هذا الأسلوب بقصد، وعندما أجعلك تختار ما أريد أنا بدون أن تشعر. تقول أم لطفلها مثلا: ما رأيك، هل تذهب للفراش الساعة 8 أو 9؟ سوف يختار الطفل مباشرة الساعة 9، وهو ما تريده الأم مسبقا، دون أن يشعر أنه مجبر لفعل ذلك، بل يشعر أنه قاد وقام للنوم باختياره. ونفس هذا الأسلوب يستخدم في السياسة والإعلام. مثلا في حادث تحطم طائرة تجسس في أمريكية في الصين، وبعد توتر العلاقات بين البلدين خرج الرئيس الأمريكي وقال إن الإدارة الأمريكية تستنكر على الصين عدم تسليم الطائرة الأمريكية. وجاء الرد بشكل قاسي من الإدارة الصينية بأنهم سوف يقومون بتفتيش الطائرة للبحث عن تصنت قبل تسليمها. الحقيقة هي أن القضية هل أصلا الصين تسلم الطائرة أم لا، لكنهم أخذوهم في خانة ثانية. الخطاب الأمريكي جعل القضية هي التأخير. مثال آخر، في حرب العراق الأخيرة كانت المعركة الفاصلة اللي هي معركة المطار، قامت وسائل الإعلام بتعبئة الطرفين على أن معركة المطار هي المعركة الحاسمة، وأصبح جميع وحدات القوات المسلحة العراقية تترقب هذه المعركة. وعندما سقط المطار شعر الجميع أن العراق كله سقط وماتت الروح المعنوية. والآن تلعب وسائل الإعلام نفس اللعبة في مجتمعاتنا المنهكة بالجهل وانعدام الوعي. هذا أسلوب واحد من عدد كبير من الأساليب التي تجعلك لا ترى إلا ما أريد أن أريك إياه. وهذا أسلوب قوي في قيادة الآخرين والرأي العام من خلال وضع خيارات وهمية تقيد التفكير لدى الطرف الآخر. وهكذا الإعلام دائما يضع الحدث في إطار يدعم به القضية التي يريدها. لذلك عليك أن تتعرف على الأطر التي تقودك في هذه الحياة من خلال ما تقوله لنفسك بطبيعة الحال: أنا لا أستطيع. فإنك إن وضعت نفسك في إطار معلق أنك لا تستطيع، أنت فعلا لن تستطيع. هذا الإطار لن تخرج منه وستسجن فيه، ولن ترى أي فرصة تجعلك تستطيع أن تبدأ أبدا. وعندما تقول أنا تعيس، سوف لن ترى أي طريق يؤدي إلى السعادة. لذلك انتبه لكل سؤال يقال لك أو خبر أو معلومة تصلك، فإنه قد يسلبك عقلك وقراراتك وقناعاتك. وأخطر من ذلك إطار التوقعات أو ما يعرف بالافتراضات المسبقة. كان تقول أنا مستحيل أني أبدأ، أنا لا أستطيع. هذه الأحكام المسبقة قد تدمرك وتعيق كل خطواتك. كأن تقول نفسك مثلا أنا أعرف أن هذا الموضوع سيفشل. هذا إطار يجعلك لا ترى أبدا ما يساعدك، لا ترى إلا الفشل، فتصبح قدراتك على ملاحظة ما يدمر حياتك عالية جدا. الاعتقادات أقوى ما يقيد نفسك. كل الناس أو كل اعتقاد مسبق هو قيد، وهذا الاعتقاد قد أصبحت عند بعض الناس عادة مع الأسف الشديد، فلا يستطيع صاحبها أن يتحرر من هذه القيود بسهولة. كلما زاد وعي الإنسان ومعرفته استطاع أن يخرج من هذه الأطر والقيود. وهذه الأطر هي لعبة الإعلام والسياسة والخطباء والكتاب حاليا، لكي يقودونك إلى ما يريدون هم، لا إلى ما تريد أنت. توقف الآن وفورا وتأمل واصنع الإطار المناسب لك للقيد. من يضع الإطار فإنه يكون أقدر على التحكم في النتائج إن شاء الله. ضع أنت هذا الإطار.